تطلبه المنطقة بشكل خاص في إطار فعلا ردع الحوثيين؟ وهل أصلا المطلوب فقط هو الردع أو أكثر؟ بصراحة لا أحد يثق الآن في الإدارة الأمريكية. إحنا ما نثق في الديمقراطية مم. ولا حتى في الجمهوريين. حلفاء أمريكا في المنطقة لا يثقون في الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا تتعامل مع مشاكل المنطقة مثل التشاينيز مني، تختار هذه مشكلة تحلها والمشكلة الثانية هذه لا تجعلها معلقة. أنا أعتقد الحلول الآن اللي موجودة هو إحالة المسؤولين الحوثيين إلى المحاكم الدولية بتهمة القرصنة الدولية. هذا الجانب القانوني. الجانب الآخر التعامل المباشر للولايات المتحدة مع السلطة الشرعية اليمنية أو مع نعم. القوات المتواجدة سواء كانت قوات جنوبية مجلس التغالي، وتقويتها وخلق حلفاء محليين لتأمين المياه الدولية. هذه هي الآن. لكن تقول لي والله حيخشوا مع الولايات المتحدة التحالف، الناس انسحبت عن الولايات المتحدة لأنه لا تستطيع أن تضمن الحقيقة الاكاونتبيلتي، قدرة الولايات المتحدة على الاستمرار. وأيضا الحقيقة الولايات المتحدة ليست حليفا كما كان في السابق. الولايات المتحدة ممكن تتخلى عنها. مواقفها السابقة كانوا يحذرونها من الحوثي ولم تستجب أبدا. هي نفس الإدارة اللي كانت في أوباما هي الآن هي موجودة، لينكولن والآخرين. لذلك لا يوجد خيار إلا أن تقوم الولايات المتحدة بالضربات الوقائية المعددة، خلق قوة بحرية يمنية قوية تواجه الموضوع، وجود الدول الشاطئية اللي على البحر الأحمر أن تخرج بدوريات كجيبوتي والصومال ومصر، الدول هذه لحماية على الأقل الممرات الجوية. هذه هي الحلول اللي الآن ممكن احنا نقدر نتحرك فيها. أستاذ حنين، يعني كان لفت أيضا موقف